وحشتوني وحشتوني وحشتوني، عيونكم وحشوا عيوني، حاسس كده هتسيبولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعودة جديدة. يا جماعة لما بغيب كده والله العظيم بجد بحس ان انا سايب ولادي في متغربة، بحس ان انا متغرب. انا فعلا الفترة دي متغرب، والله العظيم فعلا متغرب، مش كلام. بس هانت يعني كلها 3 مانثs واخلص جيش، يعني 3 شهور ترجمة. واخلص جيش وهفضلكم والله العظيم، بس مشاغل الحياة ومتاعبها وغير ده كله. طبعا ان انا والله كنت مجهز حاجات هتنزل، بس طبعا وقفت حاجات كتير حتى على التيك توك والفيس وكله كنت موقف عشان حوار فلسطين. طبعا اخواتنا اللي هناك كلنا ندعي لهم يا رب وربنا معاهم. وجايين بقى راجعين النهارده بعوده قويه جدا يا كابتن عمرو. النهارده راجعين بقى بعوده بيقولوا اسمها العوده المفجعه، العوده المخيفه. ايه يا كابتن عمرو العوده المخيفه دي؟ انا عارف قد ايه انا وحشتكم، وعارف قد ايه انتم متحمسين للفيديو بتاع النهارده. باذن الله هيكون فيديو ضرب نار. انا عايز اقول لكم الرينج لايت التاني باظ، في حاجات عندي بتحصل غريبه مش طبيعيه. بصور برينج لايت واحد بس. استنوا اظن كده الاضاءه فرقت شويه، والله ما فرق اي حاجه. المهم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوف معاك مفروض كده مفروض مش عايز سبسكرايب، انزل سبسكرايب دلوقتي ودوس على الجرس، دوس على الجرس عشان يوصلك كل جديد. والفيديو لو عجبك دوس لايك، او دوس لايك دلوقتي قبل ما نبدا الفيديو عشان الفيديو ناخد الفيديو على طول. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام ده، عايز يتعالج ويجي لنا. يلا بينا نبدا اول فيديو. اتحداك تحط زبون في كوبايه اندومي وتترسه شطه. ايه استنى بقى عشان نفهم. اتحداك تحط زبون في كوبايه اندومي وتترسه شطه؟ مؤاخذه يعني مؤاخذه. سيبك من ان انت هتحط الزبون في كوبايه الاندومي يا عم، سيبك. لا مؤاخذه بقى، هتترسه شطه ازاي؟ يعني ايه ترسه شطه؟ ازاي بقى هتترسه شطه؟ يعني ايه بقى انت اصلا عايز ايه؟ هو انا قبلت التحدي يا ابن جيتي؟ قبلت التحدي ازاي يا ابن عم؟ يعني ايه انا قبلت التحدي ده؟ قبلت التحدي على انهي مبدأ ده؟ ازاي يعني انا معايا كوبايه، هحط الزبون ازاي؟ هترسه شطه ازاي؟ الزبون هيخش هنا ازاي وانت قبلت التحدي؟ ما لو بيتكلم على مستمع يبقى العبيط عاقل، ولا لو بيتكلم عاقل يبقى فاهمينها يعني. اول حاجه واهم حاجه تصلي على النبي، بعد كده هنحط الكوبايه، وبعد كده هنحط الزبون ونترسوهم شطه ابن جيتي. سخافه وكده، سخافه وكوميديا وكده يعني. مش هنخيب بقى، مش عشان اتفرجنا عليكم انا كنت مستني اشوف الزبون هيخش ازاي في الكوبايه. الحياه بنتعلم كل حاجه لوحدنا الا القسوه. ده بقى تامر حسني لما شعره يطول، بس كله شعر ما تفهمش ايه ده. تامر حسني في 2006 ايام لما كان شعر صدره طالع على دقنه ومغطي داخل على وشه، كان عامل زي منقبين بالظبط، مفيش باين غير عينيه بسبب شعر جسمه كله. ايه ده يا فنان؟ ده تامر دوسني ده ولا تامر بوسني؟ بيجي حد يعلمها لنا. ده لما تجيب تامر حسني من قناة جعفر العمدة. لو عايز تامر حسني كلمنا على 19 38. يا سيادة الريس أنا ايه يا سلوسة سيادة الريس؟ ايه مال الريس ده من قبل ما اسمع عايزه في ايه ده عايزه في ايه؟ ام عايز في ايه سيادة الريس؟ عندي جيش عايز اكمله على خير، هم 3 شهور خليني اخلصهم وعد. الله يبارك لك سيادة الريس. ايه الله لا يسيئك. أنا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبونا وهو اللي محتوينا، أبونا وهو اللي محتوينا من ايه ابونا؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابونا؟ وكده كده سيادة الرئيس طبعا يعني ده ابونا واخونا وابن. الله يبارك لك، بس ايه سيادة الرئيس ابونا ابونا عايزه في ايه يعني ابونا؟ يعني مش هيديك المصروف؟ أنا مالي يا سيادة الرئيس، أنا سايب بيتي بقالي أسبوع. حضرتك أنا كل اللي عملته فتش التيشيرت دخلت أخرت التيشيرت بتاعي، مسكتني عملت فيا فتش ورقص، سربوا في فتش. أنا ما نزلتش حاجة على قناتي اللي أنا اتحاسب عليها ولا أنا عملت أي حاجة. أنا يطلع لي طبط واحترف ليه يا جماعة؟ شيروا في فتش وصلى عم عبد الفتاح السيسي يا ابني يخرب فين يا عم عبد الفتاح مين؟ اكيد قصدي على عم عبد الفتاح الجريني او اكيد عم عبد الفتاح الجريني بقى. مش هتنزل لنا بكوبليه ولا اغنيه جديده؟ نتحبس كلنا عم عبد الفتاح وابونا. يا رب عدي على خير يا رب. عايز ارجع جيشي سليم واخلصه سليم. مش حمل انا اقعد ساعه جوه يا سياده الريس. شهروا فتش عشان خاطر يا جماعه. نفضل احنا نهيص في الزيطه وبعد كده نيجي نرجع. قلنا نخلي بالنا ما ينفعش.
ابو ايمن بالقنطر اهو، هيلبسوك القنطر وهتقعد لوحدك. ازاي؟ قصة شعرك؟ انت بتضحكي عليا تقولي نازله الدرس وانت رايحه تقصي شعرك؟ يعني الصدمة هنا في ان هي قالت لك رايحة الدرس ونزلت تقص شعرها، ولا انت هنا مصدومة ان بنتك قصت شعرها؟ يعني انا عايزة عشان ابقى فاهم بس عشان ابقى فاهم الرياكشنات دي على ايه، فاهماني؟ يا ريت توضح لنا. يا ماما بقول لك قصيت شعر. ماما انت عامله كده ليه؟ بقول لك قصيت شعر. انت بتتكلمي؟ انا بجد سمعت كلامك ده، كنت حاجه انت ما تسمعت. الله رب حول كل بس معايا امبارح، كل سمعي ما لحقش عيني. البنت عايزه شعرها. البنت عامله شعرها، مش ممكن. ايه ده؟ ايه الحفله ده؟ عملت شعرها، انت مالك يا حاجه افر كده ليه؟ عملت شعرها عادي. انت لماه صح؟ لماه زي ما بتلمي. ماما ما تضربيش بس. انا مؤاخذة كل لما فين حاطه فين يعني؟ ما هي قصته خلاص يا حاجه، باين اهو انه مقصوص. ايه بقى لماه ومش لماه بقى؟ ما تعصبيناش بقى. طب وريني، طب لفي بس. لفي يعني المصداقيه وكده عشان يبقى المقلب واقعي. يعني مش متفقين يعني؟ واقعي. ماشي، انا هعمل نفسي مصدع. لفي كده. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. ايه ده يا رب ده؟ يا حول الله يا رب. البنت قصت شعرها وكانت قايله لي ان هي رايحه الدرس. انا مش زعلانه انك كدبتي عليا، انا زعلانه ان انت قصيتي شعرها. يا حول الله يا رب. وحش ايه وقلة ايه وزفت ايه على دماغي؟ اديني فرصه خالص. ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ انت كنت فين؟ شفت ما عرفتش اعمل حاجه يا الماني، ما عرفتش اعمل حاجه. انت بتقول ايه؟ ايه يا جماعه عامله باسكت ولا ايه؟ مش فاهم. انا عايز اشوف شعرك يا استاذه اللي بتصوري انت. يا في ايه كله ماله فاتح بقه كده ليه؟ زي ما يكون ما شاء الله جابت واحد على دماغها وهي داخله البيت. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ما حلقت ازاي يا بت انت؟ يا بابا قصرتي لي قوي. ما قصرش والله، نفس طول شعرتها. يا باظ. باظ ليه؟ لا ده باظ. بص بقى لابوها جاب لها من الاخر. لا ده باظ، ده باظ. ايه ده؟ ايه ده؟ بقيتي شبه منة شلبي في فيلم بنات وسط البلد. ايه اللي قرف؟ بس اسكتي خالص، خشي جوه، اسكتي خالص، خشي. قالت لك كده. لا ده باظ، شعرك باظ. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ عربية. العربيه دي؟ العربية دي عربيه؟ ودي اخر هديه غاليه؟ يعني علامه كده ان كان في هدايا قبليها؟ يعني انت جبت لصاحبتك عربيه وكان في قبليها هدايا؟ ده ايه جايب لها ايه بقى قبليها؟ ايه واخد لها شقه في التجمع دي هديه مثلا، ولا انت جايب لها ايه؟ ولا فيلا عشان شقه ما مش هتبقى لايقه؟ ايه ده؟ فكرني بواحد والله، واحد معايا في الجيش قال لي جالي ميني كوبر هديه ورفضتها. والله بتكلم بجد، ده معايا في الجيش فعلا قال لي كده، قال لي جالي ميني كوبر ومش عارف ايه ورفضتها. وانا واصحابي كنا قاعدين زهقانين، جات لنا قلنا ناخد طياره ونطلع لوس انجلوس، بس قلت لهم مش هعرف عشان انا في الجيش. حياه الاغنياء دي حياه غريبه. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبك؟ برفيوم من ايف سان لوران. برفيوم من فين؟ ده جواز صالونات؟ ايه اللي دخل جواز الصالونات في البرفيوم بقى؟ ايه بقى؟ عشان انتوا كده بتبوظوا دماغ البنات والولاد في الحاجات دي. ايه اللي دخل بقى جواز الصالونات في البرفيوم اللي جالك؟ لا اله الا الله. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ جبت لها زيت فور. زيت فول ازاي يعني؟ ده انت يعني صاحبك اللي جايب عربيه والتانيه اللي جايبه على الصالونات وانت تجيب زيت فول؟ ايه يا عم ده؟ يعني هو ده مش باين على اشكالكم خالص زيت فول يعني باللي انت لابسه ده. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ جبت لها نوع ورد كده بس مش في مصر. كان عامل كام؟ $100. اللي لسه هقول اخويا الفهمان ورد $100؟ اجيب ورد $100 عشان ويبوظ وترميه؟ $100؟ يعني انا ادي للراجل $100 في ايده عشان اجيب ورد؟ ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ كانت سلسلة. كانت سلسله بكام؟ كانت عاملة $200 كده. انا هو انت بتصور فين يا عم؟ ده لوس انجلوس دي ولا فين؟ ايه اللي $200 وجبت ورد $100؟ هو ايه يا جماعه الهبل ده؟ يعني ايه؟ ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ جبت لها بريسلت من بندورة. ايه بليس فين البنوره دي؟ ايه؟ جبت لها بريسلت من بندورة. يعني ما تقول اسوره يعني. ماشي، كام بقى؟ يعني طلب كام بقى؟ باليورو ولا باليوان الصيني؟ كانت بكام تقريبا؟
5000 جنيه. مالك بتقولها وانت بقى ايه ال 5000 جنيه؟ على فكره انت شكلك مش في امان حاجه. اخوك اللي ورا ده لسه جايب بوكيه ورد ب 200 دولار عادي، عشان ما تفكرش بس ان انت بس بتقولها 500 5000 جنيه كانك يعني لا انت ولا حاجه. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ برفيوم ب 2000 ونص. 2000 ونص؟ اركن اركن اقعد انت على جنب. 2000 ونص ده صاحبك جاب بوكيه ورد بحق البرفيوم اللي انت جبته. اقعد يا عم تنيل. ايه اخر هديه غاليه جبتها لصاحبتك؟ انت تاني ولا انت مصاحب اتنين ولا ايه؟ مش فاهم انت مين. مش خلاص قلنا حرقت دمنا في اول الفيديو خلاص. ايه ده احنا دخلنا عند كرم الشام ولا ايه؟ ايه اللي الشاورما من امتى بتتحرك كده؟ ايه ده؟ دي شاورما لحمه ولا فراخ دي؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ لا 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 بص بتلف عشان تستوي، تاخد وش بره وجوه كده، تاخد كده وتعمل كده. وانا اقول الحاجه بتاعتهم طعمها حلو ليه؟ ايه ده؟ الله شفت ده؟ والله العظيم 3 انا مش عارف اقول ايه للكايزر. ايه بقى ده؟ دي ايه دي ايه بقى دي؟ ده ايه مبرر بقى يعني؟ حد يوصف لي ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده المفروض بقى دلوقتي بدل ما يقطعوا التورته هيقطعوا طماطمايه على دماغها ولا هيعملوا ايه؟ مش فاهم. انت بتسقف على ايه يا عم يا اللي واقف انت؟ هو احنا واقفين عند قصر الكبابجي؟ ايه اللي ده؟ مراتك عملت شاورما وانت واقف وبتسقف؟ روح يا ابني هات رغيفين كايزر بسرعه قبل ما تبرد، انجز. بس بتعمل كده الناس بقى الله. الافراح دي ما بيتعملش فيها اوبن بوفيه، البوفيه جاهز، البوفيه هو اللي جايين، العروسه هي البوفيه. دي كده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم. لا تنسى تسوي لي لايك واعجاب بالفيديو وكومنت تقول لي رايك في الفيديو ايه. باذن الله اشوفكم على خير قريب. نرجع الجيش بكره خلاص عشان ما اعيطش. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.